عليكم، ازيكم؟ النهارده قلت اشارككم وانا بعمل الغدا كده. معايا هنا حله فيها حوالي 3 معالق زيت، ونجيب فيها البصل اهي. الزيت حامي يعني. النهارده اكلتنا بسيط خالص، هنعمل مكرونه سباكيتي. المكرونه انا هنا ولعت عليها سلقتها، وبعد ما طفيت عليها غطيتها كده وسبتها. عايزه اوريها لكم اهي. لما تطفي عليها وتسيبيها تحسي ان هي ما شاء الله بتزيد كده، يعني تسيبها في الميه السخنه زي ما هي عادي، بس غطيها ما تصفيهاش على طول. وبعدين كده تصفيها بقى، هتلاقيها ما شاء الله زايده عن ما كانت وهي لو بتصفيها على طول يعني. اول ما البصله تبدا تصفر معايا كده هنزل بحته تومه اهي، حته تومه مهروسه. معايا هنا طاسه هحمر فيها بطاطس مقليه، بس مستنيه ما تسخن بس كده بقى. البصله كده خلاص معايا تمام. هنزل بقى بالطماطم اهو. دول 4 اقراص طماطم تقريبا، 4 اقراص حلوين يعني، مش صغيرين. انا عصراهم ومصفياهم. وهنزل كمان معاهم بمعلقه صلصه اهي، بس كده كفايه. الصلصه، معلقه الصلصه دي بتخلي تسبيكه المكرونه جميله قوي، زي ما اكون بتدعمها كده يعني. البهارات بقى احط معايا هنا معلقه ممسوحه صغيره فلفل اسمر، وربع شطه كده. الملح بقى مش هحطه دلوقتي علشان الدقه اللي معايا فيها ملح، فهخاف لحسن يكون ملح قوي، فانا مش هحط ملح غير لما ادوق. ومعايا هنا نص معلقه بابريكا صغيره. هسيبها بقى تتسبك واغطي عليها وانا بحمر البطاطس على العين التانيه. انا اسفه على الاضاءه بس النور قطع واحنا بصور. دلوقتي بقى خلاص هي خلاص اتسبكت كده. طالما الزيت بيعوم على الوش كده تبقى اتسبكت. هي معايا هنا لسه ما اتسبكتش قوي، بس انا بحبها بقى تكمل تسبيكتها مع المكرونه. عايزه بس اوريكم المكرونه ما شاء الله اهي. ما شاء الله هي المكرونه تحسوها ايه، مش عارفه اقولها ايه، اتخنت كده، بقت ايه، زادت ما شاء الله، زادت ليه لما سبتها في الميه السخنه شويه اهي. بس كده اديها بقى تقليبه بالشوكه كده. في ناس بقى بتحب ايه، تطلع المكرونه كده تسلقه زي ما هي كده وتجيب التسبيكه عليها. لا انا بحب احطها في التسبيكه كلها كده. تفضل بس شويه على النار وهوريها لكم تاني. وكده خلاص المكرونه خلصت. حمرت معاها هنا طبعا شفت البطاطس، حمرت معاها هنا بانيه ده جاهز مش انا اللي عاملاه، وصباعين سجق كده، وغدوه سريعه وجميله.